طابت أوقاتكم متابعين مطبخ رنا. طبقنا لهذا اليوم كباب ملوكي. المقادير المطلوبة: نصف كيلو من اللحم المفروم، 1 فلفل أخضر، 1 فلفل حار وسط اختياري، 1 بصل شرائح، 1 بصل مفروم ناعم، ملعقة ملح، ملعقة دبس رمان، 2 طماطم شرائح، 2 معجون طماطة، نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم، بهارات كلهم قياس ملعقة وسط، فلفل أسود، بهارات مشكلة، كاري، نصف كوب من الماء. هاي المقادير المطلوبة. خليكم ويانا وشوفوا الطريقة الجاية. تجهيزات الرمضان ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب، وانتو بس تطبقوها. الطريقة الجاية هي: خلينا اللحم بالوعاء، ضفت عليه البقدونس والبصل اللي ذكرتهم، البهارات المشكلة والكاري والفلفل الأسود والملح. راح أعجنهم بإيدي زين لحد ما تتجانس المواد كلها ويا اللحم مثل ما قاعد تشوفون. حبيت أوضح شغلة: أكو ناس تحب تضيف طحين، أني ما ضفت طحين، كل من حسب رغبته. هاي طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. هنايا تجانس عند اللحم وخلطته كله. حضرت هنايا صينية بهذا الشكل. هناي خليت شوية مي قليل بإيدي وقاعد أسوي الكباب، أجهزه بهذا الشكل. لازم يكون كله مستوى واحد. أنا سويته بهذا الشكل وأنتو حسب رغبتكم، خلوه كله نفس المستوى يكون. هذا شكله. هذا جهزته كله بالصينية، ما خليت عليه أي شيء، وراح أخليه بالفرن. خليته هنايا بالفرن على درجة تقريبا 150 بين ما استوى، وهذا صار شكله. أنا هنايا شوحت البصل بالبداية، وبعدين خليت الفلفل البارد والحار. الحار اختياري كل من حسب رغبته. وشوحت الطماطة على صفحة، يعني على جنب خليتها أني. حضرت هنايا 2 ملعقتين من المعجون وملعقة واحدة من الدبس الرمان. خليتهم هنايا بكاسة، وراح أضيف عليهم تقريبا النصف كوب من الماء ورشة ملح. أخلطهم جيدا، أجهزها بس وأخليها على جنب لحين الاستعمال. هذا جهز عندنا، راح أخليه على جنب. أنا هنايا ورا ما استوى عندي اللحم خليته بالفرن الغازي. خليت هنايا خبزتين. الخبز طبعا اختيار، تريدين عراقي، تريدين خبز عربي، خبز طابون اللي يعجبكم. خليت الخبزتين بالصينية، رتبتهم بهذا الشكل، وراح اصفط الكباب اللي سويته بهذا الشكل بالتساوي وبالترتيب مثل ما قاعد تشوفون. ست البيت تعرفوا شلون نسوي الكباب، يعني تخلوه يستوي ويكمل كله، لانه احنا بس راح نخليه بالفرن. هاي هو الكباب الملوكي، راح نخليه بالفرن من 10 الى 15 دقيقة، لان هي كل هالمواد احنا استوت عندنا. هنايا اني حركت بس البصل والفلفل، ساويتهم خاطر يتجانسون. بالبداية خلينا الخبز، بعدين خلينا الكباب رتبنا، وبعدين خلينا الفلفل والبصل بهذا الشكل. راح اخلي هسه الطماطم بهذا الشكل، اعدلها واساويها وارتبها. انا هنا استخدمت الخبز الاسمر كل من حسب رغبته، واستخدمت اني خبزتين خاطر اغطي بيهم. هاي وزعناها بالتساوي. هسه راح اساويها بس واغطي الوجه بالخبز. خليت هنا اني سماق. اني خليت هنا اخر شي السماق خاطر المواد كلها تاخذ طعم السماق. هسه راح اغطي الوجه مال الكباب ملوكي، وخليت المعجون والدبس الرمان سويتها بهذا الشكل مثل ما قاعد تشوفون عندكم بالفيديو بالتساوي. الخبزة كلها نكفرها بالمعجون واساويها كلها، يعني هذا القياس كلها يتوزع على الخبزتين اللي بالصينية. بس الوجه يعني مال الخبز نسوي احنا. جبت الخبزة الثانية كذلك وراح اسويها ونخليها بالفرن
من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. درجة الحرارة تكون 180. خليته أني بالغازي، يعني تنتبهون عليه خاطر تحترق. انتظرت عليها هنايا لمن صارت عندنا وجهزت الصينية، ذكرت الوقت اني حضرت هنايا بس دا اسوي من الحوافي هي ملازقة. اختارت سكينة بس خاطر اقصها من الوسط، انتو حسب رغبتكم بالقص. وحضرت هنايا صحن للتقديم، انصحكم كلش تجربوها، كلش طيبة. حتى ما لزقت عندنا بالصينية من جوا. أكلة كلش طيبة. هاي أنا هسه قصيتها وخليتها بصحن التقديم. زينت الصحن كل من حسب رغبته. أتمنى إن شاء الله تعجبكم وصفتنا لهذا اليوم. لا تنسون تسوون شير للفيديو ولقناتنا. أتمنى إن شاء الله تعجبكم كل وصفاتنا. انتظرونا في فيديو جديد قادم.